فيلمنا بيبدأ مع سو وهي بتفوق في المستشفى وبتكون فاقدة الذاكرة ومش فاكرة أي حاجة حتى جوزها اللي بيكون معاها، وبتبدأ تقرأ من دفتر مكتوب فيه معلومات عنها وبتعرف إن أهلها متوفيين وملهاش أخوات وإنها متجوزة من جين. وبعد ما بتخلص مدة علاجها بتسيب المستشفى وبترجع مع جوزها على بيتهم، ولما بيوصلوا بيسبقها جين على شقتهم بالشنط وبتطلع سو في الأسانسير بس الكهرباء بتقطع، وأول لما النور بيرجع بيروح جين يشوفها فبيلاقيها مغمى عليها فبيشيلها وبيوديها شقتهم وبيفضل جنبها طول الليل. وتاني يوم بيروح مقابلة في السفارة عشان بيكون ناوي يهاجر لكندا، بس بيلاقي سو بتتصل عليه وبتقوله انها هتنزل تتمشى شوية يمكن تفتكر اي حاجة، وبتقفل معاه وبتاخد بعضها وبتنزل. وهي في الاسانسير بتشوف بنت صغيرة فبتسلم عليها وبتتخيل ان البنت هتخبطها عربية وهي بتعدي الشارع، وبعدها لما بينزلوا بتلاقي ان في عربية كانت هتخبط البنت فبتحاول انها تنقذها بس هي اللي كانت هتتخبط، فبيجي جين ويلحقها على اخر لحظة وما بيحصلش للبنت حاجة وبترجع هي وجوزها للبيت. وتاني يوم لما بتقوم من النوم بتنزل تتمشى شوية وبتشوف نفس البنت تاني وبتروح لها عشان تطمن عليها، بس بتتخيل ان في انفجار هيحصل في بيت البنت، وبسبب التخيلات دي بياخدها جين للدكتور عشان يطمن عليها، بس الدكتور بيقول انها بسبب الحادثة ومع الوقت هتتحسن. واول لما بتطلع من العيادة بتشوف البنت قدامها وكانت عايزة تروح تكلمها بس جوزها بيتضايق وبيقول لها ان كفاية كده، وحتى لو الخيالات دي حقيقية ما تدخلش في حاجة ما تخصهاش. ولما بترجع البيت بتحلم ان في حد بيزقها من على سطح المبنى بيكون شكله مش باين، فبتقوم مفزوعة من النوم وبتلاقي محققين من الشرطة جايين ليها علشان يحققوا في الكدمات اللي على جسمها وقت الحادثة، وانهم عايزين يتأكدوا ان جوزها مش بيضربها، بس سو بتقول ليهم انها لو واجهت اي مشاكل مع جوزها هتبلغ الشرطة، وبيطلب منها المحققين انها تمضي على المحضر. وبتشوف في الورق ان عيد ميلاد جوزها يوم 21 مايو اللي بيكون تاني يوم، وبيسيبها المحققين وبيمشوا. وبعدها بتنزل سو وبتشوف بنت معاها في الاسانسير فبتتخيل وقتها ان في واحد بيحاول انه يتعدى عليها، فبتروح ورا البنت لحد شقتها وبتقول لها ان في واحد هيتعدى عليها وبتديها مواصفاته، وبتلاقي ابو البنت بيفتح لها الباب وبيكون بنفس المواصفات اللي هي شافتها، وبتفهم وقتها ان الشخص اللي بيهجم على البنت دي هو ابوها، فبتقرر انها تستنى البنت لحد لما تطلع من بيتها وبتمشي وراها. وبتلاقي واحدة بتتعرف عليها وبتقول لها انها زميلتها في الشغل، بس سو ما بتكونش فاكرة عنها اي حاجة وبتتأسف ليها وبتعرفها انها فاقدة الذاكرة، فبتاخدها معاها المكان شغلها وبتقول لها انها كانت شغالة معاها في المدرسة قبل ما تعمل حادثة وتقع من على جبل وقت رحلتها مع جوزها، وبتوديها لمكتبها فبتلاقي كارت كان من مكتب جوزها، فبتروح على نفس العنوان وبتعرف من الموظف ان الشركة اعلنت افلاسها وان ناس كتير اتنصب عليها في شقق مدينة الاحلام اللي توقف انشائها، وان في شخص واحد هو اللي بيجي يبص على المكان من وقت للتاني، فبتسيبه سو وبترجع البيت. ولما بتوصل بتلاقي جوزها مستنيها وهو خايف عليها عشان ما كانتش بترد على التليفون، وبتكون زعلانة لانه خبى عنها موضوع شغلها، فبيقول لها انها كانت مدرسة رسم وان كل اللوح اللي موجودة في البيت هي اللي رسماها، وان هو خبى عنها بسبب ان الدكتور قال ان اعصاب ايدها ضعفت بسبب الحادثة ومش هتقدر ترسم تاني، وانه كان مستني حالتها تتحسن وبعدين يقول لها. وتاني يوم المحققين بتكون شغالة على قضية سرقة مواد بنا من موقع مدينة الأحلام اللي صدر قرار ليها بالهدم، وأثناء ما هم بيراجعوا الكاميرات بيلاقوا إن عربية واحدة هي اللي طلعت من المبنى واللي بيكون سايقها واحد شبه جين. في نفس الوقت بيكون موجود في شقة غريبة وبيطلع جواز السفر بتاع مراته وبياخده معاه، وبيوصل ساعي البريد لبيت سو وبيديها صندوق بتكون بعتاه زميلتها في الشغل، ولما بتفتحه بتلاقي صور ليها مع واحد تاني غير جوزها، وبتفهم ساعتها إن في حاجة غلط وبتطلع شقتها وبيكون جنبها في الأسانسير الشخص اللي كان بيعذب البنت، وبتتخيل الراجل وهو بيهجم على البنت وبيضربها، فبتهدده انها هتبلغ عنه الشرطة لو قرب من البنت تاني، فبيتعدى عليها وبيحاول انه يخنقها بس بتقدر انها تفلت منه وبتجري بره الاسانسير، وبتلاقي جوزها بيجري عليها وبياخدها لشقتها، وبتقوله ان الراجل اللي في الدور السابع في الشقة 706 حد هيقتله، فبيديها جين الدواء بتاعها وبيقول لها تهدى وتروح تنام. في نفس الوقت بنشوف محققين في موقع مدينة الأحلام وبيعرفوا من مدير المبنى ان جين المدير التنفيذي للشركة مختفي بسبب القروض ومفيش حد يعرف مكانه، وبنرجع لسو وهي بتصحى في نص الليل وما بيكونش جوزها موجود، فبتقرر انها تنزل الشقة رقم 706، ولما بتوصل بتسمع صوت صريخ من الشقة وواحد بيحاول انه يفتح الباب، فبتجري وتستخبى قبل ما حد يشوفها، وبتلاقي شخص طالع من الشقة وبيشد شنطة كبيرة وبتقع منه السلسلة بتاعته، فبينزل وبياخدها، ولما بينزل وبيتحرك بالعربية بيوقفه موظف الأمن، فبيطلع الشخص ده هو جين، فموظف الأمن بيقول له انه الصندوق بتاع مراتك وقع في الأسانسير وبيديهوله، ولما بيفتحه بيشوف الصور اللي فيه. تاني يوم بتروح سو لصاحبتها عشان تسألها عن جوزها، فبتقول لها إذا كان ضربها تاني ولا لا، وبتعرفها إنها كانت ناوية تطلب الطلاق من جوزها بس حصلت الحادثة وكل حاجة وقفت، فبتسيبها سو وبترجع البيت وبتروح لأمن المبنى عشان تسأله عن الصندوق بتاعها، فبيقول لها إن جوزها خده الساعة 2 بالليل وهو طالع بالعربية وكان معاه شنطة سفر كبيرة، فبتطلع بيتها عشان تدور على الصندوق بتاعها، فبتاخد بالها من السلسلة اللي شافتها لما وقعت من الراجل اللي طالع من الشقة 706، فبتطلع على اسم الشرطة عشان تبلغ عن جين، بس بيكون
بيكون بيراقب تحركاتها من خلال تليفونها من غير ما تعرف. ولما بتوصل القسم بتقابل المحققين اللي كانوا عندها في البيت، وبتقول لهم إنها شاكة إن جوزها يكون قتل الراجل اللي ساكن في الشقة 706 لأنها شافته امبارح خارج من الشقة بشنطة كبيرة، وأكيد هو اللي قتله وحطه في الشنطة. بس بتلاقي جوزها داخل عليها القسم عشان يفهم اللي بيحصل، وبيقول له المحقق انت عارف مكانها ازاي؟ فبيقول له انه حاطط برنامج تتبع على تليفونها من بعد الحادثة عشان لو حصل لها حاجة يقدر يوصل ليها. فبيعرفوا المحقق ببلاغ مراته ضده، فبيطلب جين منهم انهم يروحوا الشقة 706، ووقتها هيفهموا ان كلامها كله تخيلات واوهام نتيجة للحادثة اللي تعرضت ليها. وبيتحركوا فعلا للشقة، ولما بيوصلوا بيلاقوا المكان فاضي ومش مسكون من فترة كبيرة. فبتبدأ سو تشك في نفسها انها فعلا ممكن تكون بتشوف تخيلات، وبترجع لشقتها وبتمثل قدام جين انها بتاخد الدواء بتاعها، لانها بتكون شاكة ان العيب ممكن يكون في الدواء اللي بتاخده. وبتستنى لحد لما جوزها يخرج من الشقة، وبتنزل تاني للشقة رقم 706. بس وهي نازلة في الاسانسير بتشوف نفس الراجل اللي كان معاها في الصور، وما بيكونش مركز فما بياخدش باله منها، وبتتخيل ان حد بيضربه. ولما بينزل بتفضل ماشية وراه لحد لما بتلاقي ان في شخص بيتعدى عليه عشان يسدد ديونه، وبيسيبه وبيلاحظ الشخص ده ان سو واقفة بص عليه. فبيتعرف عليها وبيتحركوا مع بعض لشقته اللي بتكون في الدور التاسع، وهي مش فاكرة هو مين ده. وبيسألها لو كانت عارفة مكان تحقيق الشخصية بتاعهم، فبتبص على مكتبة التلفزيون وبيروح يدور فيها، وفعلا بيكونوا موجودين. فبياخدهم وبيطلب منها انهم يتقابلوا الساعة 8 في الموقع، بس بتشوف خيالات انه هيموت في الموقع، وبتحاول تحذره بس ما بيصدقهاش، وبيسيبها في الشقة وبيمشي. ولما بتفتش في الشقة بتلاقي ان الجوابات مكتوب عليها اسم جين وسو، وبتشوف صورة جوازها من الشخص ده. فبتعرف ان دي شقتها، وبتتحرك بسرعة على شركة جين عشان تعرف موقع مدينة الأحلام فين يمكن تقدر تنقذ الشخص ده من القتل. وبتاخد عنوان الموقع من على الحيطة وبتتحرك على هناك. وأول لما بتوصل بتتخيل إن في حد رماه من فوق المبنى ده، فبتتصل بمحقق الشرطة وبتبلغ إن في جريمة قتل هتحصل في الموقع. في نفس الوقت بيكون الضابط بيحقق مع رئيس المبنى بعد لما عرف إنه متورط في سرقة مواد البناء من الموقع، وبيسأله المحقق لو كان شاف أي حد موجود في الموقع الأيام اللي فاتت. فبيقول له إنه شاف عربية جين بس ما بيكونش متأكد من اللي كان سايق لأنه بيكون لابس كاب. فبيوريه المحقق صورة للسواق من كاميرات المراقبة، فبيتعرف عليه مدير المبنى وبيقول إنه اسمه كيم. وبيفهم المحقق إن في لعبة بتتعمل على سو، وإن كيم انتحل شخصية جوزها. وبنرجع لسو وهي في الموقع بتدور على جوزها، ولما بتشوفه بتلاقيه بيجري ورا الراجل اللي كان معاه في الدور التاسع وبيرميه في الصندوق. ولما بياخد باله منها بيروح عشان يمسكها، بس بتقدر تستخبى منه وبتمسك حديدة وبتهدده إنه لو قرب منها هتقتله. وبتفضل ترجع بظهرها لحد لما بتوصل لحرف المبنى، وقبل ما تقع بينقذها المحققين. فبتتحرك سو بسرعة على الصندوق بس مش بتلاقي الراجل فيه، فبتتجنن وبتفتح شنطة السفر بيكون فيها شاكوش كبير، فبتاخده وبتروح تكسر الخرسانة اللي تحت الصندوق. بس جين بيقول للمحققين إنها بتهلوس، وبينادي عليها وبيقول لها تعالي نرجع البيت. بس بيلاقي المحقق بيقول له بيت مين؟ انت صدقت نفسك؟ وبيمسك هو الشاكوش وبيبدأ إنه يكسر في الأسمنت اللي قدامه لحد لما بتظهر إيد جثة، وبتعرف إنها جثة جين من الساعة اللي في إيده. فبتقبض الشرطة على كيم، ولما بتحقق معاه بيعترف إنه قتله بالغلط وقت لما كانوا بيتخانقوا في الموقع بسبب إفلاس الشركة. ولما عرف إن المبنى هيتهد خاف إن الجثة تبان خلال الهدم، وقرر يرجع للمبنى عشان يخفيها في مكان تاني. وبيعترف إنه انتحل شخصية جين، وكان بيخطط لقتل سو هي كمان عشان ياخد أموال التأمين على حياتها، لأن أموال التأمين هتتحول لجوزها بمجرد ما هي تموت. وبيدي المحقق ورقة لسو بيكون فيها عنوان بيتها الحقيقي، ولما بتسأله عن كيم بيقول لها إنه أخوها بالتبني. فبتدخل تقابله وبتقول له إنها متأكدة إنها كانت موجودة في المبنى لحظة قتل جوزها، وإنها بتشوف ذكريات ليها وهي بتترمي من على المبنى وإن هو اللي رماها. وبتسأل كيم عن الشقة 706 وإيه اللي حصل فيها، بس كيم بيرفض إنه يرد عليها. فبتسيبه وبترجع للمبنى بتاعها، وبتشوف البنت الصغيرة فتروح تسألها عن اسمها. فبتقول لها إن اسمها سو، ولما بيجي طفل بيقول لها إنه أخوها واسمه كيم. فبتفهم وقتها إن كل التخيلات اللي بتشوفها دي كانت ذكريات ليها هي وأخوها وهما صغيرين. فبتطلع على الشقة 706 وبتلاقي إن البنت اللي بتفتح ليها مكتوب على هدومها نفس اسمها. ولما بتدخل الشقة بتشوف التقويم على الحيطة سنة 2003، وبتشوف نفسها وهي بتعمل سلسلة لأخوها، وإن كان بيتم التعدي عليها وهي صغيرة من أبوها، واللي أنقذها هو أخوها كيم بعد لما قتل أبوها. فبتقرر سو إنها تروح شقتها اللي المحقق قال عليها، وبنروح للمحقق وهو بيدور في ملفات كيم، وبيعرف إن في شخص كان متبنيه هو وأخته، وكان عايش في الشقة 706 وإنه اختفى. فبيسأل كيم عن مكان أبوه بالتبني، فبيقول له اللي حصل وبيعرفه المكان اللي دفنوا فيه. وبنرجع لسو بعد لما بتوصل شقتها، وأول لما بتدخل بتلاقي إن في واحد داخل وراها، وبيكون جين جوزها الحقيقي. فمش بتكون فاهمة هو إزاي لسه عايش ومين اللي كان مدفون في الموقع، وبتحاول إنها تهرب وبتتصل
بتتصل بالمحقق تستنجد بيه وبتقوله إن جوزها لسه عايش. في نفس الوقت بيجي تقرير الطب الشرعي للمحقق إن الجثة اللي كانت في الموقع مش جثة جين. ولما بيسمع كيم إن أخته في خطر بيقدر إنه يهرب من اسم الشرطة وبيسرق مفتاح عربية المحقق وبيروح عشان يلحق أخته. في نفس الوقت بيتحرك المحققين على العنوان اللي موجودة فيه سو، وبنروح لجين اللي بيكون مسك سو وضربها على رجليها عشان ما تقدرش تتحرك، وبيقول لها جين كل اللي حصل لما كان غرقان في الديون وإنه أمن على حياتها واتفق مع سانج اللي مديون له إنه يقتل مراته عشان ياخدوا فلوس التأمين ويسدد بيها الديون اللي عليه. ووقتها بياخد سانج ساعة جين وبيسأله هتقتل سو امتى، بس بيهجم عليه جين وبيقتله وبيصب عليه الأسمنت عشان يخلص منه. في نفس الوقت اللي بتيجي سو للموقع وبتشوف كل حاجة، فبيحاول انه يمسكها بس بتقع على الأرض وبيقع منها ورق. فبيعرف جين منه انها ناوية تهرب لكندا مع أخوها وهتسيبه، فبيتعصب وبيحاول انه يقتلها بس بتقدر تضربه بحديدة فبيغمى عليه. وبيجي أخوها وبيرمي جين في صندوق الأسمنت عشان يتخلص من الجثة، بس بتحس سو انها عبء على أخوها فبتقرر إنها تنتحر وبترمي نفسها من على سطح المبنى. فبيجري بيها كيم على المستشفى عشان يلحقها في نفس الوقت اللي بيفوق فيه جين وبيطلع من الأسمنت قبل ما يموت، وبيفضل مراقبها طول الفترة دي عشان ينتقم منها. وبنشوف جين وهو بيرمي جاز في الشقة وسو فيها وبيولع النار وبيهرب منها، بس بيكون كيم وصل للمكان وبيقابله على السلم فبيطعنه جين بالسكينة وبيكمل هروب. وهو نازل المحقق بيعرفه وبيقبض عليه. وبنروح لكيم وهو بيحاول انه يوصل لأخته بس بيلاقي الشقة مولعة، فبيدخل لحد لما بيقدر يوصل ليها والنار بتمسك في المكان كله. شوية وبنشوف سو وهي بتفوق في المستشفى وبتعرف من المحققين ان أخوها ضحى بنفسه عشان يبعدها عن النار ومات هو، وبيدوها موافقة السفارة الكندية على الهجرة. ومعاها فيديو مقابلة كيم واللي كان بيقول فيه انه محتاج يهاجر هو واخته كندا عشان هي تستاهل بداية جديدة. وبتعدي الايام وبنشوف سو في كندا قدام البحيرة اللي شافت صورتها وهي صغيرة وبتتمنى لو ان اخوها يكون معاها. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك وشير.